عسلامة، وينكم؟ شنو حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. ان شاء الله تكون الناس الكل لاباس عليكم. اليوم باش نعمل معاكم كيبات مقرود. باش نبداو بالشحور الاول. حطيت كيلو سكر لهنا، باش نحط عليه نص فيتر ماء. على الكيلو نص فيتر ماء. قبل ما نحطوه على النار ناخدو الحاشيه كاية ونمسحوه منه باش الشحور بتاعنا ما يسكرناش. بعد ساعة نغلي ناخد كعب قارص، غسلناه كعب القارصة هذيك المغسولة. القشرة هذيك نرميوها. نعرفوا القارص بتاعنا الشحور بتاعنا طاب كي تحمارك القشرة بتاع الليمة ذيك، راهو الشحور بتاعنا طاب. بتاع المقرود كل واحد كيفاش يحبه، واحد يحبه مش ثقيل برشا، واحد يحبه خفيف، كل واحد شنو يحب. نحينا لهم القلوب بتاعهم، خليه يطيب في عقله بعد نوريهولكم. طور المقرود. خديت كيلو سميد أرطب، كيلو فرينة، كيلو سميد أحرش، عليهم كيلو زيت بالصحفة هذه. واللي عنده أي صحفة كي به. تو مش نبداو نبصوا فيه. خلطوا المكونات هذه كل من بعضنا. سامحوني البنات ما وريتكمش قبل ما نحط الزيت. باش نحطوا شويه هكا، شويه مش برشا، من كربوناتو شويه. وبعد ذلك تو بعد ما صبينا زيت نبداو نبسوا فيه. نزيد شويه زيت اخرى. تو قادي كيما تحب، اعجن كيما تحب. تو مجرى له حتى شيء. اما بعد كي تصب له الماء راهو ما يتعجنش المقرود، ما يتعجنش. تعجن يجيك يابس. مازالت تحل ريتوها مازالت تحل، مازالت ناقصه شويه زيت. هكا كي تتلم معاكم انا سيبون، ولا تكعبوا كيما هكا سيبون راهو مريقل. خليه يرتاح على جنب. قد ما تخليه يرتاح راهو قد ما يجيك بنين المقرود وباهي. لهنا خديت التمر بتاعي مخلط، عندي شويه باكو وشويه، وخديت الدقله رحيتها باش نفوحوهم توك بشويه قرفه وشيشه ورد. ونعجنوهم. نحطوا عليهم شويه زيت زيتونه. بدينا مغسولين راهو. نعجنوه شويه.
مريقل وطري مش يابس، تخليهوش يابس، راهو بعد يولي لكم يابس كي تقلي كعبة المقرود يولي يابس من داخل حشو. لهنا بعد ما كملنا التمر بتاعنا، بعد ما كملنا عجننا وخليوه على شيرة، وخدينا نفس الصحفة حطينا فيها كعيبة ملح شوية هكا باش ما يجيش مسوس المقرود بتاعنا يجي بنين، وشوية كركم اختياري، اللي يحب يحط الكركم اللي يحب يحط لا. يعني خديت مية دافي زادة، ما تستحملوا ايدك باش نحطها الكل خاطر نشوفوا نجم كيما الفرينة تشرب كيما السميد يشرب كيما لا، راه هو كل واحد وسميد وكل واحد وفرينته، ما نعجنوش نقادو ما بين صوابعنا هكايا، ما نعجنوهوش ما بين طراف صوابعنا. حسيته يشرب اني نزيد شويه. تو بعد ما طاب الشحور باش نكهو بشويه زهر كايدو صغير في كيك زهر حتى تصبت وافي شويه، خليه يغلي دقيقه ونطفيو عليه. واللي يحب يعطر شيء ينجم يحط نقطه العطرشيه. تو باش نبداو نشكلو في كعبات المقرود بتاعنا. خديت زيت زوز طوابع عندي هذا وهذا، يعجبني هذا اكثر. خديت شويه العجين ناخذ مرة نلمو بصوابعنا هكا، ديما صوابعنا هذوما ديما بصوابعنا هذوما هكا. شفت ما يتحلش كي تبدا تبرم فيه هكا ما يتحلش، راهو مريقل، راهو مكوناته كل مريقلين. ديما نفس الصحفة، لمي الزيت فرينة سميد الارطب والاحرش، ديما نفس الصحفة تستعمل. باش ناخذ تبع الداية نقطع كيلة مقرود نستوي. اللي يحب كعيبات كبار، اللي يحب صغار، يحبهم متوسطين. نجيب الطبق بتاعي نحطه في الطبق بتاعي، كالعادة نجربها معكم واحدة أخرى. ردوا بالكم كيفاش التمر بتاعكم. أنا ما عنديش هواء الدار مسكرة، ماذا بيكم تخليهمش شموا الهواء كالعادة. كانت طويل عليك تنجم تقسموا على جوز كيما هكايا وتخدم كيف. تو حطينا
الزيت بتاعنا يسخن على مقله تبدا خشينه شويه مش رهيفه، خليه يسخن بالباهي على نار متوسطه. تو بعد ما سخنا الزيت بتاعنا باش نشوفوا نحطوا كعبات المقرود بتاعنا ديما على نار متوسطه، مش عاليه مش ضعيفه. اللي عملناه من الاولانيين هما نحطوه. تو بعد ما تقلات الرشه بتاعنا الاولى ما نحرقوهمش، خاطر في الشحور راهم يزيدوا يغمقوا طول، سقطروهم بالباهي. المقله بتاعنا للشحور نحطوه. خليهم يتشربوا شوي الشحور، نحطوا الرشه بتاعنا الثانيه. تو بعد ما خلينا كعبات المقرود بتاعنا شربوا الشحور شويه خرجوهم. حطوه في الكسكاس. انا عندي جرجلين ابيض، نجيب طعم الجرجلين الاحمر متوفر عندي كان هذا. الرشه اللي نخرجوها نرشوا على الجرجلين. تو بعد ما كملنا كعبات المقرود بتاعنا شحرناهم، باش نوري معاكم. راهو يجي يذوب في الفم، السحور داخل ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. ما تنسوش تجربوها، ما تنسوناش في البارطاج واللايك والاشتراك، وبسلامه في فيديو جديد.